يوم جديد وفلوق جديد. يا عيال اليوم جايب سيارة روكس الجديدة الصينية، جاي أجربها في الصحراء، نكشت ونغير جو ونشوف كيف أداها وتجربتها هنا في البر. يلا يا جماعة جاهزين؟ طبعا هذه أغراض الكشتة زي ما انتم شايفين. عاد الواحد يسدح له هنا فرشة ويجهز له دلة قهوة. طبعا يا جماعة الخير صراحة الجو اليوم زوين على قولتهم، فقلت لازم ايش الواحد ياخذ السيارة ويجربها هنا في الصحراء في الرمل ويتقهوى ويغير جو قبل الغروب، يعني تلحق على غروب الشمس وتنبسط وتغير جو. يلا يا جماعة خلونا نلعب بالرمل. للأمانة سيارة روكس الصينية يا جماعة الخير جدا مناسبة للرمل وفي الصحراء، يعني تقدر تروح تكشت مع أصحابك مع أخوياك وتنبسط، سيارة جدا مناسبة. طبعا يا حبيبي سيارة روكس فيها دعسة جبارة غير طبيعية، مجرد ما تحط رجلك على البنزين تدعس تمشي معاك وتنطلق في البر، تستمتع في الرمل. طبعا في ميزة مرة حلوة، انتم تعرفون احنا دول الخليج طول السنة صيف وحر، سيارة روكس تتحمل حرارة الشمس، يعني لا تخاف عليها وتقول لا مدري ايش، لا امورك طيبه مع سياره روكس. انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله حجم سياره روكس، السياره جدا مناسبه لطلعات العوائل والشباب والجروبات، تقدرون تطلعون تنبسطون ما شاء الله ويكفيكم كلكم. يا عيال السياره ما شاء الله تبارك الله فيها وضعيات قياده مختلفه، عندك الرمال، عندك الصحراء، عندك الثلوج، عندك المويه، يعني في الشارع كل مكان يمشي ما شاء الله تبارك الله روكس. طبعا في حاجه حلوه، السياره فيها افياش كهربائيه، يعني تبغى تشحن الكترونياتك اغراضك، وكمان زي ما انت شايف فيها مساحه تقدر تنزل المساند وتحط اغراض الكشته واغراضك وتقدر تطلع للبر تسافر. يا عيال انا للامانه تعلقت بسياره روكس الجديده 01، اذا انتم حبيتوها وتعلقتوا فيها زيي وعجبتكم علموني في الكومنتات. يلا يا جماعه الخير.